السلام عليكم البنات، ان شاء الله راكم بخير. كما تعرفوا راه جاي العيد الكبير، وبلا ما نهضروا انه اول حاجه نسحقوها ونشوها من الحانوت هي الثوم. درت الثوم في الماء باش يتقشر بالخف. هنا راح نقوا فلفل دريس ولا فلفل حار. انا نفضل انه نديروا له الماء سخون باه يطرى كي نلحوه، وثاني يتنقى من الغبار. ما تنسوش تصلوا على النبي. هنا راني قسمت شويه ثوم والفلفل ريحتها وحدها في المهراز، وغطيت المهراز بصاشي باه ما يقيسناش في العينين. مادام رانا في هذه الايام المباركه، واش رايكم ندعو مع بعض؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك عافيه تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ونظرة إلى وجهك الكريم ترضينا، ومغفرة لوالدينا والمسلمين يا رب العالمين. هنا الكمية الباقية تاع الثوم كامل حيتها في الأشور مع فلفل دريس وصغار في كبار زيت. بعد ما رحيتها بيان في الاشوار، زدت ضفت لها هذيك الكميه اللي كنت دقيتها في المهرس. كلمسة أخيرة زدت لها 2 ملاعق صغار من الملح وسكر. دوك تسقسوني على درنا السكر استعملناه كمادة حافظة، يعني كي تكون جلي البلارة ولا البطاطا تاعك وتجبديها ما تلقايش هذاك الماء اللي يطلع من الفوق هذا، لا. وثاني بتبقى لك طرية لأطول مدة ممكنة. هنا زدت 2 مغارف صغار معمرين من العكري، ما كي دير درسة جواز ولا الزليف تكون لاصوص حمرا بيان ماشي اورانج. هنا لحقنا نهاية الفيديو، تهلاو في روحكم، مع السلامة.